أفخم معمول بسميد وبطعم غني جدا وبمكون فاخر ولا مرة سمعتوا عنه بفيديوهات المعمول. تعالوا نشوف الطريقة. بداية رح نستخدم سميد الفرخة حصرا، والسمن البقري والسمنة البلدية والزبدة الحيوانية، وممكن إضافة زيت السمسم بيعطي هشاشة للمعمول. احنا هون رح نبس الزيوت والسمنة والزبدة مع بعض ونتركهم لمدة يومين. بنبس السميد بهذا الشكل كتير منيح لحتى يتفتح معنا سميد. أنا هون بهاي الوصفة قدمت لكم إياها بأبسط طريقة بنتيجة أروع ما يكون. هون بنستمر بعملية البس لحتى يتشرب سميد كل السمنة والزبدة اللي حطيناها. بنبس منيح. هذا هو القوام اللي بدنا نوصل إله، بتكون طرية بهذا الشكل. بنتركه يومين. خلال اليومين بنحاول إنه نبسه لو مرتين باليوم. بنضيف النواشف، الطحين والحليب البودرة والبهارات المطحونة، المستكة والمحلب المطحونين والسكر البودرة. بنرجع بنبسهم كمان مرة. بنحضرهم للعجن. هلأ هون بنحضر للعجن. بنضيف خميرة على العجينة، خميرة فورية، بعدين شوية حليب والمكون السري اللي بيعطي طعم رائع جدا اللي هي فريش كريم. وهاي الطريقة حصريا مني، عشان هيك ما رح تلاقوها ولا بأي فيديو عن معمول سميد. طريقة العجن رح تكون من الأسفل للأعلى بالأصابع مش بكف الإيد. بنضلنا نزيد الحليب أو فريش كريم لحتى ما تطرى العجينة بهذا الشكل. بالنسبة للتمر أنا بفضل نجيبه ببذرة وإحنا نبذره ونطحنه على ماكينة اللحمة. بنضيف عليه البهارات. طريقة التشكيل بتكون بهاي الطريقة أو بالطريقة اللي انتو بتفضلوها. أنا هون نسيت أخبركم إنه العجينة لما نعجنها ما بنتركها تتخمر، فورا بنشتغل فيها. طريقة الخبز رح تكون بفرن محمى على حرارة 200. في ناس لما يحمروه ما بحبوا إنه ياخد لون المعمول، بس أنا بالنسبة لي بحب إنه ياخد لون تحميرة بتعطي طعم زاكي للمعمول. الطعم مش بس رائع، لا الطعم ملوكي بامتياز. عن جد جربوها وبتمنى إنه تعطوني رأيكم بهاي الطريقة. الطريقة سوبر سهلة وسوبر ملوكية. لا تنسوا تعملوا شير لكل أصحابكم وألف صحة وهنا.